ضجت الكثير من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بخبر تقشعر له الأبدان حول قيام شخص أو أكثر بتنفيذ جريمة قتل شنيعة في حق الشاب المغربي أنور العثماني الذي يبلغ من العمر 19 سنة، طالب في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة عبد الملك السعدي حي مسنانة مدينة طنجة، حيث وجد في شقته بنفس الحي مذبوحا، الأمر الذي أثار حالة كبيرة من الغضب والحزن والهلع في صفوف المواطنين، حيث أنه ما زال طالبا ويبلغ من العمر 19 سنة فقط، كما أنه حصل على الشهرة مؤخرا من خلال ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك وإنستغرام. وتجري حاليا عملية التحقيق مع عدد كبير من الأشخاص من أجل التعرف على القاتل وتقديمه للعدالة، إذ وبعد التحري تبين بأن سجل المكالمات وكافة مواقع التواصل الاجتماعي قد تم حذفها بالكامل من هاتفه الشخصي، الأمر الذي يدل على أن الجريمة مخطط لها بشكل مسبق، وأن القاتل يعرف أنور جيدا درجة أن يقوم بحذف كل محتويات الهاتف بما فيها حساباته على منصات السوشيال ميديا. أما عن تفاصيل الحادثة فهذا ما جاء على لسان ابنة عمته.